اولا كنشكركم على الاستضافه، ثانيا بكل صراحه عموم الشعب المغربي عبر على الفرح ديالو والبهجه ديالو على الفوز ديال المغرب بالجانب ديال الدول الاوروبيه بهذا المونديال. كنهنيو بالمناسبه صاحب الجلاله نسال الله وايده على التبني هذا الملف هذا، واللي ان شاء الله غادي يعود بواحد المجموعه ديال المشاريع الاخرى اللي غتكون في ارض الواقع يعني في المغرب. صراحه كنتمنوا على ان هذا المونديال يكون دفعه قويه لكره القدم المغربيه، لان ما سجله المنتخب المغربي في قطر واللي خلى ان الدول ديال العالم يتعاطف مع المنتخب المغربي نظرا للمجهود الكبير اللي قام به والعمل الجبار اللي قام به المنتخب الوطني والمدرب ديالو والطاقم ديالو. فهذا المجهود هذا تبلور بالفوز ديالنا بكاس افريقيا وكذلك كاس العالم. كاس العالم غادي يعود بالنفع كثيرا على بلادنا وعلى الرياضه المغربيه بصفه عامه، لان كره القدم هي القاطره التي تجر باقي الرياضات. اعتقد ان الاعلان عن نيل المغرب شرف احتضان منافسه كاس العالم بملف ثلاثي الى جانب كل من اسبانيا والبرتغال هي فرصه حقيقيه او فرصه كتاكد بها المملكه الرياده ديالها على تنظيم تظاهرات على المستوى القاري او على المستوى الجهوي المستوى العربي. هو الملف السادس اللي كيتقدم به المغرب واللي كيجي بعد سنوات قليله على الاعلان على الترشيح ديالو في كاس العالم 2026 اللي خانوا الحظ امام الملف الثلاثي اللي كيضم الولايات المتحده الامريكيه وكندا والمكسيك. ولكن هو فرصه باش ناكد ان المغرب بقياده الملك محمد السادس وعلى المستوى الرياضي بقياده فوزي القجع رئيس الجامعه الملكيه لكره القدم كاينه بنيه تحتيه قويه، عندنا منافسه رياضيه على المستوى الكبير رياضيا. كنشوفوا التالق ديال الانديه الرياضيه على المستوى القاري، فريق الوداد البيضاوي اللي كيوصل لنهائيات دوري ابطال افريقيا اكثر من مره وتوج بها، نهضة بركان، الرجاء الرياضي. كنشوفوا عندنا عدد كبير ديال الملاعب اللي كيتلعب فيها مباريات البطوله، ملاعب العشب الطبيعي وملاعب اللي كامله كان ربما تقدر تحظى باحتضان منافسه كاس العالم. كنشوفوا كذلك كاينه بنيه اقتصاديه قويه اللي كتساعد او كتساهم في احتضان هذه التظاهره. يعني هو الملف السادس او الترشيح السادس للمغرب من اجل احتضان التظاهره بعد ما صار يعني ان باش تكون عند واحد الدوله هذه الرغبه الاكيده يعني احتضان هذه المنافسه بعد مجموعه ديال الاخفاقات يعني واللي كانت اقصى اخفاق ربما كان في ملف 2010 اللي كان ربما المغرب كان ارجح باحتضان التظاهره. المغرب اليوم كان هو اول منتخب افريقي كيوصل لنهائيات نصف نهائي كاس العالم، او يكون حاليا هو ثاني دوله عربيه احتضن هذا كاس العالم، وربما يقدر يكون افضل كاس العالم اللي كان في التاريخ. زف جلاله الملك مساء اليوم خبرا سارا للمغاربه عبر بلاغ للديوان الملكي اكد فيه اختيار الاتحاد الدولي لكره القدم ملف ترشيح المغرب الى جانب كل من اسبانيا والبرتغال لنيل شرف تنظيم نهائيات كاس العالم 2030. هذا الحدث العالمي بطبيعه الحال نال شرف تنظيمه المغرب لاول مره بعدما يعني كان المغرب قد تقدم في مناسبات سابقه يعني ملف ترشيحي ولم يحالفه الحظ. بلغ الديوان الملكي قال او اشار على ان اختيار الاتحاد الدولي لكره القدم للمغرب الى جانب كل من اسبانيا والبرتغال يؤكد مكانه المغرب المرموقه بين الامم. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هذه الاستضافه. فبالنسبه لي كمواطن مغربي الخبر ديال تنظيم كأس العالم هو خبر يعني أثلج صدور المغاربة، ولا يمكن إلا أن نكون سعداء اليوم بتلقي هذا الخبر السعيد اللي أعلن عليه الديوان الملكي بقيادة صاحب الجلالة. فخصنا نعرفوا واحد النقطة أساسية، كنقولوا حنا المغاربة اللي من وقف على باب يعني يدخله ولو كان من حديد. يعني الإصرار والعزيمة وواحد السنوات كثيرة ديال المحاولات اليوم توجد أخيرا بتنظيم كأس العالم. هذا حلم كبير وكبير جدا أصبح حقيقة وما يمكننا إلا نكونوا سعداء. دابا شنو هو اللي مطروح واش زعما نقدروا ننظموا كأس العالم؟ حنا كنقولوا المغرب ننظم واحد المجموعة ديال التظاهرات
وبشهاده العالم كان ناجح فيها، على راسه مثلا كاس العالم للانديه في نسخه في اكثر من نسخه، يعني في 2013 ومؤخرا 2022 شفنا التنظيم المبهر اللي ابهر العالم، وخاصه احنا هنا في مدينه طنجه شفنا كيف كان يعني المباراه الافتتاحيه، شفنا الجمهور ديال طنجه كيفاش كان ناجح في الحضور ديالو. وبالتالي الى ضفنا يعني اضافه الى كاس العالم كان واحد المجموعه ديال التظاهرات اخرى اللي نجح فيهم المغرب واحد النجاح باهر، وما زلنا واحد 6 سنين باش نوجدوا. والاكثر من ذلك اليوم نحن كنشارك هذا يعني هذا التنظيم هذا مع بلدان اوروبيه اللي من حجم اسبانيا والبرتغال. سيكون واحد كاس العالم عنده واحد طابع خاص اللي غادي يكون يعني عبر قارات اوروبا وافريقيا. وما نساوش ان كذلك الاحتفاليه بالمئويه ديال الرياضه في امريكا الشماليه غادي تكون في الاوروغواي، في الباراغواي وفي الارجنتين كذلك. هذا يعني واحد سيكون مونديال استثنائي لانه سيحتضنه المغرب اللي هو بلد وشعب استثنائي. نحن جد سعداء ولا يمكننا الا ان نكون سعداء.